5 علامات تبين لك إنك بتعيش في مرحلة الجوع العاطفي. ودي مرحلة مش سهلة جدا لأنها بتأذي شخصيتك وبتأذي نفسيتك بشكل كبير جدا، وبتخلي أي حد ممكن يدخل حياتك يستغلك وياخد منك اللي هو عايزه. ركز معايا علشان تعرف المرحلة دي وتعرف إزاي تقدر تعالج مرحلة الجوع العاطفي نفسيا من حياتك. أول حاجة، أنت نفسيا بتلاقي نفسك فجأة كده بقيت مستني رسالة من الشخص ده، مستني مكالمة من الشخص اللي موجود في حياتك، مستني ان يتصل بيك، يبعت لك رسالة يقولك انا موجود، علشان مودك يتحسن، علشان نفسيا تبدأ تعرف تشتغل وتروح وتيجي وتعمل كل اللي انت عايزه. ولو ده ما حصلش يومك بيبوظ. العلامة التانية، بتلاقي نفسك بتسامح في حاجات عمرك في حياتك ما كنت هتسامح فيها. يعني الناس كلها او الناس اللي حواليك عارفين كويس جدا ان عمرك ما تقدر تسامح في الخيانة، عمرك ما تقدر تسامح في الكذب، عمرك ما تقدر تسامح في حاجات هي يعتبر من مبادئك وتربيتك، بس في نفس الوقت انت مع الشخص ده بقيت بتسامح فيها عادي جدا، لانك عارف كويس جدا انك لو وقفت عليها او بدأت تعاتب الشخص ده ممكن يسيبك، ممكن يبعد عنك، ممكن يعاقبك بالتجاهل، ممكن يعمل لك بلوكات. العلامة الثالثة، بتخاف انك تعبر عن زعلك. لو قلت للشخص اللي موجود في حياتك انا زعلان من سلوك معين انت بتستخدمه معايا، او زعلان انك انت بتتجاهلني، او ليه بتعمل الحاجة دي، او بدأت تعاتبه في حاجة معينة، انت عارف كويس جدا انك لو عملت كده ممكن يتجاهلك وممكن يعاقبك، علشان الشخص ده مسيطر عليك وانت شايف انه مسيطر عليك. الحاجة التانية، انك بتبالغ جدا 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 في عطائك تجاه الناس اللي موجودين حواليك. بتحاول تساعد ده، تقف جنب ده، تهتم بيه جدا، وبتعمل كل ده علشان عارف انك لو ما عملتش كده ممكن الشخص ده يسيبك ويبعد عنك. وتفضل تقدم تنازلات طول الوقت، وممكن تعتذر على حاجة انت ما عملتهاش اصلا، يعني ما عملتش حاجة غلط وهو اللي غلطان في حقك، بس تلاقي نفسك بتعتذر عادي جدا. بتحاول انك ترضي كل الناس، كل الناس اللي موجودين حواليك. طب ليه؟ علشان تحس انك محبوب، تحس ان هم بيحترموك، بيقدروك، شايفينك حاجة كبيرة. حاجات كتير جدا انت بتكون محتاجها في الوقت ده، فبتقدر انك تدي التنازلات وتدي كل شيء انت تقدر تعمله علشان الكل يقول احنا بنحبك، بنخاف عليك، بنقدرك، انت حاجة كبيرة بالنسبة لنا. وده اسلوب بيستغلك بشكل كبير جدا، زائد ان الاسلوب ده بيضغط عليك نفسيا وبيخليك تحس انك متدمر ومش قادر ان يكون عندك رغبة انك تقدر تعمل اي حاجة في حياتك او في يومك. اول حاجة، اوقات كتير جدا انت بتكون عايز تحس بشيء من الاهتمام. الشخص اللي موجود في حياتك اللي بيتجاهلك او مش موجود في حياتك دلوقتي ممكن يكون انت مش عايز الشخص ده نفسه، لان في فرق كبير جدا ما بين الاهتمام والحب. فلازم تكون فاهم انك ممكن تكون مش محتاج الشخص نفسه، لا شخصيته ولا اساليبه ولا اي حاجة، قد ما انت محتاج انك تحس بالاهتمام، تحس ان هو قبلك، انه عايزك. الحاجة التانية، عايزك تبدأ تبني حياة جديدة خارج العلاقة اللي انت موجود فيها دلوقتي. يعني حاول على قد ما تقدر انك تلعب رياضة، انك تخرج تتمشى، انك تغير الروتين بتاعك للأحسن وللأفضل، انك تبطل تسهر، انك تبطل تعمل حاجات سلبية ممكن تخلي الأوفر ثينك عندك بشكل كبير جدا. حاول على قد ما تقدر غير روتينك وابدأ اخلق حياة اجتماعية لنفسك بشكل كبير. خد كورسات في حاجة معينة، حاول على قد ما تقدر انك مثلا لما تروح الجيم تعرف على الناس اللي موجودة فيه. انت مش رايح عشان تبني عضلات، بس في نفس الوقت انت رايح علشان الكبت والضغط النفسي اللي موجود جواك، وتتعرف على ناس جديدة تساعدك انك تكون افضل وتكون احسن وتتعلم من مهاراتهم بشكل افضل. تالت حاجة، عايزك تتعلم ان اي حد يقولك كلمة مش عاجباك أو يقول لك حاجة بتضايقك أو حاجة بتزعلك أو يطلب منك حاجة خارج مبادئك وإنت مش حابب تعمل حاجة دي، اتعلم تقول لأ. في البداية هتحس إنك زعلان، في البداية هتحس إنك متضايق، لكن بعد كده هتلاقي نفسك بشكل كبير قوي قادر إنك تقول لأ، قادر إنك ترفض أي حاجة الشخص ده بيطلبها منك وهي خارج مبادئك. الأسلوب ده هيساعدك بشكل كبير جدا إنك تحترم نفسك، وإنك تحس إنك بتقدر نفسك، وتحس إن شخصيتك بقت أقوى وبقت أحسن، وده هيعلي من قدراتك أو صورتك الذاتية تجاه نفسك. فبالتالي هتحس إنك نفسيا
مرتاح جدا، الضغط العصبي اللي انت كنت عايش فيه ما بقاش موجود، تحس انك واثق من نفسك وبتعمل اللي انت عايزه. اوقات كتير جدا انت بتبني قيمتك على الشخص اللي موجود في حياتك. لو الشخص ده كلمك انت تحس انك مبسوط وسعيد وفرحان، ولو الشخص ده اختفى من حياتك او اتأخر عليك تحس ان يومك ما بيكملش وانك مش واثق من نفسك. فحاول على قد ما تقدر انك ما تبنيش قيمتك على حساب الشخص اللي موجود في حياتك. علشان تقدر تعرف ده، اسأل نفسك سؤال واحد: لو الشخص ده اختفى من حياتي دلوقتي، هل انا هقدر اكمل؟ هل انا هقدر ان يومي يبقى كويس واروح شغلي وابقى مبسوط وسعيد في حياتي؟ ولا هحس ان كل حاجة انا بعملها مش قادر اعملها علشان الشخص ده ما كلمنيش، يومي وقف، مزاجي مش حلو، حاجات كتير في يومي انا ما بقتش حابب اعملها ولا بقيت حابب اهتم بنفسي علشان الشخص ده مش بيكلمني. حاول انك تقبل فكرة ان الشخص اللي موجود في حياتك ممكن يختفي وممكن يمشي من حياتك في اي لحظة. اوعى تبني مشاعرك تجاه الشخص اللي موجود في حياتك ان هيدوم معاك، ان هيكمل معاك العمر كله. لا، لازم تبني جواك جزء كده ان الشخص ده في اي لحظة ممكن يسيبني. قول لنفسك ده باستمرار، وبالذات في الوقت اللي تحس ان مشاعرك فيها كبير جدا تجاه الشخص ده، او تحس بنوع من الاهتمام تجاه الشخص ده. في الوقت ده هاجم المشاعر دي وقول تمام، بس الشخص ده ممكن يبعد عني في اي لحظة، الشخص ده ممكن يسيبني في اي لحظة، الشخص ده ممكن ما يكملش معايا في اي لحظة. علشان ما تحسش انك متعلق بيه، وعلشان دماغك ما تشغلش نفسها بالشخص ده طول الوقت، فتحس ان السلوك ده بيأذيك نفسيا. لكن انت لما تكسر السلوك ده بفكرة ان الشخص ده في اي لحظة ممكن يبعد عني، ان الشخص ده في اي لحظة ممكن يسيبني او ممكن ما يكملش معايا، هنا انت خليت دماغك ما يبقاش فيها نوع من الضغط النفسي او الضغط العصبي اللي يخليها طول الوقت تفكر بمرحلة التعلق القلقي، اللي تخليها تفضل سجينة في حياة الشخص ده وعمالة تفكر فيه 24 ساعة. فحاول على قد ما تقدر انك تنفذ اللي انا قلت لك عليه وتسمع اللي انا قلت لك عليه. ده هيساعدك بشكل كبير جدا في المراحل اللي جاية من حياتك، وهيعالج مرحلة الجوع العاطفي اللي ممكن انت تكون بتعاني منها. لو الفيديو ده حسيت انك استفدت منه فعلا، فاعمل لي فولو.